دخلت جروب على واحد من مواقع التواصل الاجتماعي، وكان جروب اعترافات. اي حد عنده اي اعتراف عايز يقوله بيكتبه من غير ما اسمه يظهر. وانا بقلب اشوف الناس بتكتب ايه، اثار اهتمامي 3 بوستات ل3 اشخاص قصصهم مختلفه. اول بوست كان من راجل عنده 36 سنه، وكان كاتب: انا مش عايز اسمع عن سيره اي علاقات، انا لسه بخيط في جرح طلاقي، وعايز اعوض كل الفتره اللي كنت متجوز فيها. عايز احس ان الستات عايزاني، عايز امارس علاقات كتير، بس انا عارف اني لازم اكون واخد بالي كويس عشان كل واحده بخرج معاها بتقعد تتخيل احنا هنكون عاملين ازاي واحنا متجوزين، واسماء عيالها، وانهي نوع من الابهات هبقى ايه. انا كنت بدات ارتبط ببنت من سنه، وبجد ما كانش فيها غلطه، وانا كنت عارف انها عايزه علاقتنا تاخد اتجاه رسمي اكتر، بس انا الموضوع هياخد مني وقت طويل عشان اكون مستعد اني اثق في ست تاني وابقى ملتزم ناحيه العلاقه. بس لحد ما ده يحصل انا عارف بالظبط ايه اللي انا مش عايزه وايه اللي مش مستعد اتنازل عنه، وهو ان البنت اللي هرتبط بيها لازم تكون ماديا مكتفيه ذاتيا، لان طليقتي بالفعل بتحلبني وما عنديش اي استعداد ان اصرف على 2. كدكتور علاقات قعدت افكر كتير واحلل كلام الشخص ده، وهقول لكم وصلت معاه لايه بعد ما اتقابلنا. لكن الاول هقول لكم تاني وتالت بوست كان مكتوب فيهم ايه. تاني بوست كان من بنت عندها 24 سنه، وكتبت: انا وفلان متجوزين بقالنا سنه ونص ومبسوطين جدا مع بعض، بس ما تفهموش غلط، الموضوع ما كانش مثالي خالص اول الجواز، كان في حاجات كتير بتعصبني منه في الاول، وحاجه من الحاجات دي هو انه ما كانش عنده اي خبره جنسيه، وعشان اكون صريحه هو كان خام لدرجه اني حرفيا كنت بدربه وقت العلاقه الجسديه، وانا مش هقدر اعيش بقيه حياتي محبطه جنسيا غير اني اجرأ منه في الحاجات دي. هو شخص جد ومتواضع بصراحه. في بدايه علاقتنا كنت بحسه غريب بالنسبه لي ومش النوع اللي ارتبط بيه، لكن دلوقتي انا عارفه ان ده كان احسن قرار اخدته، لانه فعلا شخص دافي وموثوق فيه، وعنده صفات نادرا اني الاقيها في اي راجل تاني. انا بحبه وهفضل احبه. بغض النظر عن الجرأة في الكلام في الموضوع ده، خصوصا انه جاي من بنت عندها 24 سنة، الا انها شخص اثار فضولي جدا اني اتواصل معاها واقدر اكد ليكم ازاي هي الشخص الصحي وسوي بخصوص علاقتها مع جوزها، وبرضه هشارككم السبب في اخر الحلقة. تالت واخر بوست خليني اهتم اني اكلم اللي كتبه. هي قصة كتبتها بنت عندها 23 سنة، وكتبت: انا اخيرا قابلت راجل عظيم، شخص عظيم بجد، خرجت انا وهو مرتين مع بعض وانا حاسه خلاص اني وقعت في حبه. انا واحده صعب جدا عليا اني الاقي حد متوافق معايا، لاني بنجذب لنوع معين قوي من الرجاله، فتخيلوا بقى احتماليه ان بعد ما الاقيه ان هو كمان يحبني ويعجب بيا، احتمال قليل قوي. ودلوقتي بعد ما قابلت الشخص ده عايز اتاكد اني بعمل كل حاجه بشكل مظبوط، ما ينفعش اغلط غلطه، خطوه واحده غلط ممكن تضيع الموضوع كله من ايدي. انا سايباه هو يحدد شكل وسرعه العلاقه بالطريقه اللي تريحه، عشان مش عايزه ابان واقعه قوي. ممكن مثلا من وقت للتاني ابعت له مسج او ميم بشكل تلقائي كده، عادي صح ولا ايه؟ انا عايزاكم تنصحوني، قولوا لي اعمل ايه. قررت اكتب كومنت فيه بياناتي لل3 اشخاص دول عشان لو حابين يتواصلوا معايا واقدر اساعدهم، وبالفعل ده حصل، وبدانا مع بعض جلسات هحكي لكم فيها وصلت معاهم لايه وازاي حللت علاقاتهم. بدات معاهم بشويه اسئله بس مش عنهم، عن شريك حياتهم سواء الحالي او السابق، عشان اقدر احدد نوع الشخص اللي مرتبطين بيه. وقسمت الاسئله ل3 مجاميع، مجموعه A ومجموعه B ومجموعه C. قلت لهم انا هقول لكم على صفه معينه واديكم شويه امثله على الصفه دي، وانتوا تقولوا لي اذا كانت الصفه دي موجوده في شريك حياتكم او مش موجوده، ولا نص نص اللي هو نوعا ما ساعات بيعمل كده. ولو حابين انتوا كمان كمشاهدين تجربوا اللعبه دي، فلو الصفه اللي انا بقولها موجوده في الشخص اللي انتم مرتبطين بيه اكتبوا في الكومنتس رقم 3، ولو مش موجوده اكتبوا 1، ولو نص نص اكتبوا 2، وهقول لكم هنعمل ايه في الاخر. بدات مع الراجل المطلق بالمجموعه A، ودي المتكونه من 11 صفه، وسالته عن تصرفات طليقته قبل الجواز، وابداوا انتوا كمان اكتبوا اجاباتكم لو حابين تشاركوا. اول صفه: هل هي بتبعت اشارات متناقضه، زي انها تكون بعيده ومتحفظه لكن تستضعف نفسها قدامك في نفس الوقت ودي حاجه انت مش بتقدر تقاومها؟ هل احيانا بتتصل كتير قوي واحيانا ما تعبركش؟ هل قبل الجواز كانت ممكن تقولك حاجه زي لما نعيش مع بعض بس تتصرف معاك بعدها كأن مفيش مستقبل بينكم؟ تاني صفه: هل هي بتقدر استقلاليتها كتير، يعني كل شويه بتقولك انا محتاجه مساحتي، شغل بياخد وقت كتير فما عنديش وقت العلاقه جديه في حياتي دلوقتي، او لا انا مش هقدر اكون مع حد مش مكتفي بنفسه ذاتيا وبيعتمد عليا؟ تالت صفه: هل هي بتقلل من قيمتك او من الناس اللي كانت مرتبطه بيهم قبلك حتى لو في شكل هزار؟
تتريق مثلا على شكلك وتقول لك انت كيوت ودمك خفيف عشان مليان حبتين، او بتوصف شخص كانت معجبه بيه بس قلبت عليه عشان صفه جسديه معينه ما عجبتهاش فيه. هل عمرها خانت حد كانت مرتبطه بيه؟ رابع صفه، هل بتحاول دايما تحط خطط عشان تحافظ على مسافه بينك وبينها سواء عاطفيا او جسديا؟ لما اتجوزتوا هل كانت بتبات في بيت اهلها كتير؟ هل في بيتكم بتناموا في سراير منفصله؟ وقبل الجواز هل كانت بتفضل تقضي اجازتها بعيد عنك او ما كانش في خطط واضحه انتوا امتى هتتقابلوا تاني؟ ولما تتمشوا مع بعض بيكون في مسافه بينكم واحد سبق التاني؟ خامس صفه، هل دايما هي بتاكد على الحدود في العلاقه؟ مثلا تخليك تحس ان دول صحابي انا بس او عيلتي انا بس فابعد شويه، او بتحاول انها تبعدك عن دايرتها القريبه وما تعرفكش عليهم. سادس صفه، ان عندها نظره رومانسيه غير واقعيه لشكل العلاقه، يعني بتتكلم انها في يوم من الايام هتلاقي الشخص المثالي اللي ما فيهوش غلطه، او بتجيب سيره علاقه كانت فيها قبل كده بس ما بتقولش هي ما كملتش ليه، او مثلا تقول لك حاجه زي مش عارفه اذا كنت هقدر احس بنفس الاحساس اللي كنت حاسه بيه مع الاكس معاك ولا لا. سابع صفة، مش بتثق فيك وخايفة تستغلها، زي انها عندها شعور ان اي حد يقرب منها يبقى عايز يتجوزها او طمعان في فلوسها. تامن صفة، عندها رؤية صارمة للعلاقات وقواعد مش بتتنازل عنها وانت لازم تلتزم بيها، زي انها يبقى ليها تفضيل محدد قوي في اختيار شريك حياتها، فمثلا لازم يبقى جميل قوي او رفيع قوي. وهل لما بتتناقشوا كانت بتفضل انكم تعيشوا في بيوت منفصله مثلا او انكم تقضوها كده من غير جواز؟ هل بتلاقيها بتعمم اقوال معينه زي كل الرجاله عايزين كذا وكذا، او بعد الجواز كل الناس بتتغير مع بعض؟ وهل ممكن تلاقيها مش بتحب تتكلم في التليفون معاك حتى لو دي الطريقه الوحيده انكم تتواصلوا مع بعض؟ تسع صفة، وقت الخلاف هي بتحتاج تبعد يا اما هتنفجر فيك، يعني ممكن اقول لك على حاجه انسى الحوار مش عايز اتكلم في الموضوع ده، او تقوم وتمشي في عصبيه. عاشر صفة، انه مش بتوضح لك نواياها وتسيبك انت تخمن شعورها من نفسك، يعني ممكن تقعد معاك فتره طويله بس مش هتقول لك كلمه انا بحبك، او ممكن تتكلم انها بتفكر تسافر بره سنه سنتين مثلا من غير ما تذكر انتوا وضعكم ايه مع بعض. اخر صفة، انها عندها صعوبة في انها تتكلم عن علاقتكم واللي بيحصل بينكم، فتخليك تحس بقلة راحة لو سألتها هي علاقتنا دي رايحة فين، او لما تقول لها ان في حاجة مضايقاك بتجاوبك اللي هو انا اسفة وخلاص من غير توضيح او من غير كلام كتير. يكون عندها مواضيع معينة محظورة ممنوع الكلام فيها. دلوقتي اي حد شارك في الاجابة على الاسئلة وكتب رقم 1 أو 2 أو 3 في كل صفة، اجمع الارقام دي كلها مع بعض واكتب النتيجة للمجموعة ايه. ودلوقتي هقول لكم ده معناه ايه. في حاجه اسمها انواع التعلق في العلاقات، وانواع التعلق دي هم 3 انواع، كل واحد فينا وانا هنا بتكلم عن الناس كلها بيتعلق بالشخص المرتبط بيه بنوع من ال3 انواع دول، وهقول لكم ايه هم ال3 انواع وازاي تعرفوا نوع التعلق للشخص المرتبطين بيه. لو مجموع الارقام اللي طلع لك كان 23 او اكتر، وده اللي حصل في حاله الراجل المطلق ان اجاباته كانت معظمها بتجاوب برقم 3، فده معناه ان شريك حياتك عنده نوع تعلق متجنب، يعني مش ممكن تاخد القرب والحميميه كحاجه مضمونه، برغم ان عندهم احتياج للتعلق والحب، الا انهم كمان عندهم آلية اساسيه في دماغهم بتخليهم يحسوا انهم مخنوقين لما الامور بينكم تقرب جامد. مع المتجنبين التفاعلات والمحادثات اليوميه سواء كانت هتتفرجوا على قناه ايه في التلفزيون ولا ازاي هتربوا العيال، هي في الواقع بتتحول لمفاوضات على مساحتهم الشخصيه واستقلاليتهم، وكتير من النقاشات دي بتنتهي بالموافقه على رغباتهم لانهم غير كده هينسحبوا. الابحاث بتظهر ان المتجنبين نادرا لو ارتبطوا ببعض، ببساطه هم ناقصهم الصمغ اللي بيحافظ على القرب بين الطرفين، لكن بالرغم من كده الا ان ده اللي حصل مع الراجل اللي بنتكلم عليه، وعشان كده كان منطقي جدا بالنسبه لي افهم هو ليه مطلق في سن صغير قوي كده. دلوقتي لو مجموع الارقام كان اقل من 23، فده معناه ان شريك حياتك بينتمي لنوع من النوعين التانيين اللي الناس بتتعلق فيهم ببعض. ولما تجاوب على الاسئله بتاعت المجموعه بي وسي هتلاقي ان شريك حياتك لازم هيسجل مجموعه 23 او اكتر في واحده منهم. بعدها قعدت مع البنت اللي عندها 24 سنة واللي كانت بتشتكي من علاقتها الجسدية بشريك حياتها، وسألتها الأسئلة بتاعت المجموعة بي، وبدأوا يجاوبوا على الأسئلة لو حابين تشاركوا. وبالمناسبة الكلام اللي بقوله ينطبق على الراجل والست. وأول صفة كانت إنه شخص موثوق ويعتمد عليه، زي إنه بيتصل لما يقولوا إنه هيتصل، لما بيخطط لحاجة بيقول قبلها، ولو ما قدرش يعملها بيبلغها مقدما ويعتذر أو يحط خطة بديلة، ولما بيوعد بحاجة بينفذها أو على الأقل بيشرح ليه ما قدرش يحافظ على وعده. تاني صفة بياخد قرارات معاكي مش لوحده، بيناقش الخطط معاكي ومش بيحب يقرر غير لما ياخد رأيك الأول، لما بيخطط لحاجة بيعمل اعتبار لاهتماماتك مش بيفترض إن هو اللي فاهم أكتر. ثالث صفة
نظرته نظرة مرنة للعلاقات، فمش بيدور على نوع ما أو صفة معينة زي سن أو شكل، مرن في ترتيباتكم سوا، زي مثلا يكون عندكم حساب بنكي مشترك ولا منفصل، ومش بيعمم في كلامه زي إن كل الستات مش عارف مالهم أو كل الستات بيبقوا عاملين إزاي بعد الجواز. رابع صفة، بيعرف يتواصل كويس في مشاكل العلاقة، فيخليك تحسي بالراحة لما تسأليه عن مستقبلكم مع بعض أو العلاقة دي رايحة على فين، حتى لو الإجابة مش هتكون على مزاجك. بيقولك لو في حاجة مضايقاه، مش بيتصرف بطريقة غريبة أو بيتوقع إنك تخمني. خامس صفة، قادر إنه يوصل لحل وسط وقت الخلافات، بيعمل اللي يقدر عليه عشان يفهم اللي مضايقك ويتعامل مع المشكلة، ولما بيكون في سوء تفاهم مش بيكون كل همه إن يثبت إنه هو الصح. سادس صفة، مش خايف من الالتزام ناحية العلاقة أو إنه يعتمد عليكي، مش لأن إنك بتحاولي تتدخلي في مساحته الشخصية أو حريته، مش خايف إنك بتحاولي تحبسيه بالجواز أو تطمعي في فلوسه. سابع صفة، مش بيشوف علاقتكم على إنها شغلانة صعبة، يعني مش بيتكلم عن قد إيه العلاقة بتحتاج مجهود وتنازلات، ومش قافل باب الارتباط حتى لو الظروف مش مثالية. تامن صفة، بيشوف إنه القرب بيخلق قرب أكتر مش بعد، يعني مثلا بعد مكالمة أو حوار عاطفي بينكم أو في كشف لجانب ضعيف فيكي، تلاقيه بعدها بيطمنك ويكون معاكي، مش يقلب فجأة ويشك في العلاقة. تاسع صفة، بيعرفك على أصحابه أو عيلته من بدري، بيكون عايز يخليكي جزء من دايرته القريبة، ممكن ما يطلبش إنك تتعرفي على عيلته، بس لو أنت طلبتي هيكون مبسوط. عاشر صفة، إنه بيعبر عن مشاعره بطريقة طبيعية، عادة بيقول من الأول شعوره تجاهك وبيستخدم الكلمتين دول، أنا بحبك. آخر صفة، إنه مش بيلعب، يعني مش بيسيبك تخمني أو يحاول يخليكي تحسي بالغيرة، مش بيقعد يحسبها زي إنه يقول أنا اتصلت مرتين دلوقتي دورك، أو أنت استنيتيني يوم كامل عشان تردي فأنا كمان هستنى يوم. دلوقتي اجمعوا الأرقام دي كلها مع بعض واكتبوا النتيجة للمجموعة بي، ولو المجموع طلع 23 أو أكتر يبقى ده معناه إن شريك حياتك عنده نوع تعلق آمن. الناس دي بتحب تكون قريبة وفي نفس الوقت هم مش حساسين جدا ناحية الرفض، هم كمان بيعرفوا يعبروا وعارفين ازاي يوصلوا مشاعرهم بطريقة مباشرة ومن غير اتهامات. لما تقرب من حد من نوع التعلق ده مش هتحتاج تتفاوض على القرب او العاطفة، لانها بتبقى حاجة مضمونة، وده بيحرركم انتوا الاتنين عشان تستمتعوا بالحياة وتنضجوا. هم بيسمعوا وجهة نظرك ويحاولوا يخلوا الامور تشتغل بطريقة مقبولة ليكم انتوا الاتنين، وعندهم فهم طبيعي لمعنى الشراكة الرومانسية، يعني ان رفاهية شريكك هي رفاهيتك والعكس صحيح. الصفات دي بتسمح لك انك تكون على طبيعتك الحقيقية، ودي حاجة الابحاث اظهرت انها واحدة من اهم العوامل اللي بتساهم في سعادتك ورفاهيتك بشكل عام. نيجي لمجموعة الاسئلة سي، واللي سألتها للبنت اللي عندها 23 سنة ومحتاجة النصايح عشان تحافظ على الولد المعجبة بيه، وتقدروا تجاوبوا على الأسئلة معانا وتحددوا نوع تعلق شريك حياتكم. أول صفة، إذا كانوا بيحبوا القرب الكتير في العلاقة، بيتكلموا عن السفر سوا، لما تعيشوا مع بعض الدنيا هتبقى عاملة إزاي، أو إنهم يقضوا كل وقتهم معاكم في بداية العلاقة، وهل بيحبوا الاتصال الجسدي كتير زي إنهم مثلا يمسكوا إيديكوا أو يستعبطوا. تاني صفة، إنهم يعبروا عن شعورهم بعدم الأمان أو الخوف من الرفض، تلاقيهم بيسألوا أسئلة كتير عن الناس اللي انتوا ارتبطتوا بيهم قبل كده عشان يقارنوا نفسهم بيهم، بيحاولوا يشوفوا لو انتوا لسه عندكم مشاعر ناحية الإكس، ودايما بيحاول يسعدكم بكل الطرق وبيخافوا إنكم تبطلوا تحبوهم. تالت صفة، بيحسوا بالتعاسة لما ما يكونوش مرتبطين، يعني ممكن يحسوا انهم يائسين حتى لو ما قالوش، واحيانا لما تقابلوهم بتحسوا انه انترفيو لوظيفة الشريك المستقبلي. رابع صفة، بيلعبوا عشان يفضلوا محافظين على اهتمامكم، يعني يبعدوا ويعملوا مش مهتمين لو ما اتصلتوش بيهم كام يوم، يتظاهروا انهم مشغولين ومش فاضيين، يحاولوا يتلاعبوا بالمواقف عشان يخلوكم موجودين ليهم اكتر. خامس صفة، عندهم صعوبة في انهم يشرحوا اللي مضايقهم، وبيتوقعوا منكم تخمنوا، بيتوقعوا منكم تفسروا اشاراتهم انهم متضايقين، ولو ما عرفتوش بيتصرفوا معاكم بطريقة غريبة. سادس صفة، بيتصرفوا بطريقة غريبة بدل ما يحاولوا يحلوا مشكلة بينكم، يعني يهددوا انهم هيمشوا وقت الخلاف لكن بعدين يغيروا رأيهم، مش بيعبروا عن احتياجاتهم بس في الاخر يتضايقوا بسبب تراكم مشاعرهم السلبية. سابع صفة، بيلاقوا الصعوبة في انهم ما يخلوش العلاقة كلها بتلف حواليهم، يعني مثلا لو لازم تشتغلوا الوقت متأخر وهم معزومين في حفلة وعايزينكم تبقوا معاهم، بيفسروا انكم مش عايزين تقابلوا اصحابهم، او لو رجعتوا البيت تعبانين ومش قادرين تتكلموا بيفسروا انكم بطلتوا تحبوهم زي الاول. 8 صفة، بيخلوكوا انتوا اللي تحددوا نغمة العلاقة، يعني انتوا اللي تتصلوا، انتوا اللي تقولوا انكم حاسين بمشاعر تجاههم، مش عايزين يخاطروا. 9 صفة، مشغولين بالعلاقة، يعني مثلا في نهاية مقابلتكم انتوا تروحوا تناموا، هم يروحوا يناقشوا كل التفاصيل مع صحابهم، او لما ما تكونوش مع بعض بيتصلوا كتير قوي او يبعتوا مسجات كتير، يا اما يستنوا يخلوكوا انتوا اللي تتصلوا كفعل دفاعي منهم، وممكن تحسوا انهم بيفكروا في العلاقة بزيادة. 10 صفة، بيخافوا ان الافعال الصغيرة هتدمر العلاقة، وانهم لازم يشتغلوا جامد قوي عشان يحافظوا على اهتمامكم، ويقولوا حاجات زي
انا اتصلت بيك كتير النهارده، خايف انك تتضايق مني، او انا فعلا ما عرفتش اقدم نفسي كويس قدام عيلتك ودلوقتي خايف يكرهوني. اخر صفه، بيشتكوا انكم ممكن تكونوا مش مخلصين، يعني ياخد باسورد الموبايل بتاعكم ويقلبوا فيه، يتاكدوا كل شويه انتوا فين، او يحاولوا يدوروا على دليل في حاجتكم. دلوقتي اجمعوا الارقام دي كلها مع بعض واكتبوا النتيجه للمجموعه الاخيره سي، ولو المجموع طلع 23 او اكتر يبقى ده معناه ان شريك حياتكم عنده نوع تعلق مقلق، وده مش بالضروره حاجه وحشه طالما انكم بتاخدوا الوقت انكم تفهموا طريقه تفكيرهم. حد بنوع التعلق المقلق بيشتهي القرب والعاطفه والحميميه، لكنه برضه حساس جدا لاصغر حاجه بتهدد القرب ده. احيانا هم بيفسروا افعالكم اللاواعيه كتهديد للعلاقه، لما يحصل كده بيبقوا مدفونين بالقلق ومفتقرين المهارات اللي تخليهم يتواصلوا بفاعليه معاكم، فبدل ما يعبروا بيستعينوا بالتصرفات الغريبه والدراما، وده بيخلق دايره شرسه من القلق لانهم بيبقوا حساسين اكتر لاي كلمه او اهانه، وده كله بيتراكم ويزود زعلهم. الموضوع يبان مخيف، لكن قبل ما تقرروا انكم تنهوا العلاقه فمهم تعرفوا انكم لو كنتوا حساسين ومهتمين بما فيه الكفايه عشان تهدوا مخاوفهم دي، واللي بالمناسبه هي حاجه ممكنه جدا، ساعتها هتكسبوا شريك حنين ومخلص جدا. ومجرد انكم توفروا احتياجاتهم الاساسيه للقرب والامان، حساسيتهم دي ممكن تتحول لميزه، لانهم هيكونوا متوافقين جدا مع رغباتكم وهيكونوا كويسين ومخلصين. والاكتر من كده كمان انهم هيتعلموا تدريجيا ازاي يعبروا عن مخاوفهم ومشاعرهم، ومش هتحتاجوا انكم تخمنوا مشاعرهم بعد كده. But you know what? I don't think it really matters what generation you're born into. Look at my parents. زي ما قلت في اول الحلقه هقول لكم رايي وتحليلي الشخصي بالنسبه للثلاث اشخاص اللي كتبوا البوستس في جروب الاعترافات، وايه هو نوع التعلق بتاعهم اللي انا استنتجته من الاعترافات اللي كتبوها على الجروب. بالنسبه للراجل المطلق، برغم انه ما عندوش غير 36 سنه بس، فده لانه من النوع المتجنب. انت ممكن تقول لنفسك ان الراجل لسه خارج من علاقه وطلاق وطبيعي ياخد باله من الستات. الموضوع ممكن يكون كده فعلا، بس الى ان تظهر حاجه تثبت عكس ده فهو من النوع المتجنب. والدليل انه بيقول ان حتى بعد ما يقع في حب حد هو برضه مش هيقدم تنازلات، وانه بيقدر استقلاليته ومش بيثق في حد. لاحظ ازاي انه لما استخدم كلمه عيال في البوست قال عيالها. نعم ممكن يكون قصده في حاله لو ارتبط بواحده مطلقه معاها اطفال، بس ممكن برضه يكون انه لما بيتخيل فكره انه يبقى ليه اطفال مشتركين مع زوجه تانية هو بيبص لهم على انهم عيالها هي. اللغه اللي هو بيستخدمها في الكلام بتخلق مسافه بينه وبين الطرف الثاني، ده غير انه خايف ان يتم استغلاله من الستات اللي عايزين يربطوه بالجواز ولا يطمعوا في فلوسه. حتى من كلامه تقدر تستنتج بسهوله انه مش بيدور على قرب او عاطفه، لكن بيتكلم اكتر في رغبته ان الستات تعوزه ورغبته انه يمارس علاقات كتير، لكن مش بيذكر اي حاجه عن الدعم العاطفي او القرب الحقيقي. اما بالنسبه للبنت اللي عندها 24 سنه ومتجوزه، فهقول لكم ليه بالرغم من جرأتها انا شايفها شخص سوي وقادره انها تحافظ على علاقه صحيه. البنت دي تعلقها بشريك حياتها من النوع الامن، والدليل الواضح والحاسم على ده هو حقيقه انها دربت شريك حياتها على العلاقه الجسديه بينهم. بالرغم انكم ممكن تكونوا مختلفين معايا في النقطه دي، الا ان ده يعتبر مثال قوي جدا عن التواصل بخصوص مشاكل العلاقه بشكل واضح وفعال. هي شافت انها بتواجه مشكله وعايزه تحلها، وحست بالثقه الكافيه انها تعمل ده. لو كانت هي لامت نفسها على التقصير اللي بيعاني منه شريك حياتها بخصوص علاقتهم الجسديه، فكان ممكن ببساطه تستنتج انه مش منجذب ليها، وبالتالي مش بيبذل مجهود زياده عشان يرضيها وقت العلاقه، وبدل ما تحاول تحل المشكله كان ممكن تبتسم وتستحمل الموقف عشان ما تضرش العلاقه. وده التصرف اللي كان هيتصرفه الشخص اللي من نوع التعلق المقلق. ولو هي كانت من النوع المتجنب فما كانتش هتلوم نفسها، لكن كانت هتستخدم قله كفاءته هو في العلاقه عشان تقلل منه وتستخدمها كحجه عشان تبعد. وعلى الرغم ان شريكها ما كانش بيمثل لها في الاول الرجل المثالي، الا انها قدرت تعمل التحول العقلي المطلوب من غير اي تردد عشان تكون معاه. والاهم من ده انها راضيه جدا عن قرارها. خلي بالك انها لو كانت من النوع المتجنب فكان ممكن برضه تقدم نفس التنازل، بس ساعتها كانت هتحس انها مظلومه لانها اضطرت تعمل ده. واخر حاجه بخصوص اعترافها انها عبرت عن مشاعرها ناحيه شريكها بشكل علني وطبيعي. اخر اعتراف معانا بخصوص البنت اللي عندها 23 سنه ومحتاجه نصيحه عشان تكمل مع الولد المعجبه بيه، فتحليلي انها من النوع المقلق. لو لاحظت في اعترافها هتلاقي انها معظم الوقت قلقانه، هي بتسعى انها تقرب منه وحاسه انها مش كامله لوحدها ومشغوله جدا بالعلاقه. اي نعم طبيعي في اول كام مقابله لينا مع شريك محتمل جديد كلنا بكل انواع تعلقنا بنتحمس ناحيه الشخص الجديد وبنفكر فيه كتير، لكن بالرغم من ده فالموضوع معاها رايح لحته ابعد من كده بكتير. هي بتبص للعلاقات على انها حاجه نادره وهشه، وفاكره ان اي حاجه صغيره او فعل مش مناسب من ناحيتها كافي انه يدمر العلاقه خالص. وعشان كده بتألف في دماغها كل حركه بتعملها وتحسبها كويس قوي عشان ما تعملش ولا غلطه واحده. ده غير انها اختارت انه هو اللي يحدد نغمه وسرعه العلاقه. واخر حاجه، فنظرا لانها من النوع المقلق
هتلاحظوا إنها بتحاول تلعب وتلف وتدور وتفكر في طرق عشان تتواصل معاه بشكل غير مباشر من غير ما تعرض نفسها لخطر الرفض، زي إنها تبعت له ميم مثلا عشان تلفت انتباهه بدل ما تكلمه بشكل مباشر. دلوقتي حابب أنهي الحلقة بإني هكتب لكم في الديسكريبشن على 3 اعترافات كمان لقيتهم في الجروب لكن أصحابهم ما ردوش عليا، وعايز أعرف رأيكم وتحليلكم الشخصي لل3 اعترافات اللي اتكلمنا عنهم وال3 اعترافات اللي هسيبهم في الديسكريبشن، وشاركوني في التعليقات بتوقعاتكم لنوع التعلق لكل واحد من المعترفين، وخمنوا من كلامهم هل هو أو هي من النوع المتجنب ولا الآمن ولا المقلق، وأنا هرد على كل واحد فيكم بنفسي وبرأيي الشخصي. لو عايز تعرف نوع التعلق بتاعك أرشح لك إنك تشوف الحلقة اللي فاتت، ولو حابب تعرف أكتر عن نظرية التعلق فممكن تشوف أول حلقتين في برنامج نميم الدكتور.